والمجمل والمفصل. وفي حديثنا اليوم إن شاء الله نتكلم عن المحكم وعن المتشابه، هذه القواعد التي قعدها علماء الأصول. ما هو المحكم وما هو حكمه وما هي أمثلته في الواقع؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي محمد، حقيقة هذه المسائل التي تعرض لها إخواني فيما سبق من مطلق ومقيد ومجمل ومفصل، وما ذكرت من أسئلة متعلقة بالمحكم والمتشابه حسب هذه الآية أو هذه الآيات التي وردت في أوائل سورة آل عمران. هذه مسائل أصولية ومباحث أصولية مهمة جدا يحتاج إليها المجتهد لمعرفة الحكم الشرعي. جميع المسلمين يعلمون علم اليقين أن الكتاب والسنة كلاهما مصدر يحتاج إليه المجتهد فقط أم غيره؟ الجميع، ولكن يعني أركز على المجتهد والفقيه والأصول الذي يتعامل مباشرة مع النصوص. لأن الاجتهاد من معانيه البارزة استنباط الحكم الشرعي العملي من الدليل التفصيلي، استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. فهذه الأدوات في الحقيقة أدوات مهمة جدا، لابد من مقدمة خفيفة أخي محمد. لكم ذلك الله يبارك فيكم. ابن خلدون رحمه الله حينما كان يؤرخ للعلوم وصل إلى موضوع أصول الفقه، يعني هذه مقدمة تنفعنا في هذه الحصة وفي الحصص القادمة. ركز على مسألة في غاية الأهمية. ما هي؟ يبين بأن الصحابة لا يحتاجون في عهدهم إلى مثل هذه القواعد فيتعلمونها ويعملون بها، لأنهم يعملون بها سليقة لعدة أسباب ذكرها هو وذكرها قبله ابن القيم وغيره من العلماء، حينما قالوا أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم عاشوا مع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لهم هذا الشرف. والصحابة الكرام يفهمون أسرار اللغة العربية التي بها أنزل القرآن بلسان عربي مبين. وكذلك عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يفهموا شيئا لجوا إليه مباشرة لينالوا الفهم من المنبع الصافي. ثم يقول ابن خلدون قالك وحينما أصبحت العلوم فنونا، يعني صارت العلوم تخصصات واختلطت أيضا، واختلط العرب بالعجم، فلم يكن ذلك المستوى الرفيع للغة العربية قائما. عوامل عديدة أشار إليه ابن خلدون طرأت على الأمة، فبالتالي الناس أصبحوا يعني صعب عليهم أن يذهبوا مباشرة إلى الكتاب والسنة لاستنباط الأحكام الشرعية أو لمعرفة حكم الشارع في المسائل المختلفة. لذلك يقول ابن خلدون فلما أصبحت العلوم فنون، أصبحت تخصصات، يعني كانت هناك حاجة إلى وجود علم اسمه علم الأصول. ثم يقول نفتح قوس قال وأول من قعد قواعده الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة. فهذه الأدوات إذن نحتاج إلى الآن نحتاج إليها جيدا، نعرف ما معنى المجمل ونعرف المفصل ونعرف العام والخاص ودلالة الإشارة، دلالة العبارة، فحوى الخطاب، لحن الخطاب، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة. هذه مسائل سوف يأتي بيانها إن شاء الله في مستقبل الأيام. ولكن موضوع حديثنا اليوم عن حسب الآية عن المحكم والمتشابه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب إلى آخر الآيات. المحكم والمتشابه. أولا كلمة المحكم كما يدل عليها اسمها، هذه المادة اللغوية، معناه اللفظ الدال على معناه لا يقبل تأويلا ولا نسخا. اللفظ الدال على معناه، على معنى معين محدد واضح، لا يقبل تأويلا، أي لا تتعدد التأويلات بشأنه، ولا يقبل نسخا. هذا التعريف الاصطلاحي لكلمة المحكم. نعطي الأمثلة بالمثال على ذلك. يتضح المقال.
ربي سبحانه مثلا كي قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نقول أن هذه الآية نعم. يعني مركبة من ألفاظ محكمة لا تقبل تأويلا ولا تقبل نسخا. بين قوسين علماء الشريعة يقررون أنه خاصة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا مجال للنسخ، خلاص انتقل إلى جوار ربه، فجميع ما أنزل عليه من القرآن الكريم وما أوحى الله عز وجل إليه من السنة المطهرة الشريفة، خلاص هذا يعتبر وحي طاهر بشقيه قرآن وسنة، ما كانش نسخ بعد ذلك، انتهى النسخ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذن هذه الآية نقول تحتوي على ألفاظ محكمة، ربي خطب المؤمنين باين، المؤمن طبعا القرآن يشرح بعضه بعضا، اللي آمن بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وركائز الإيمان معروفة، الإيمان بالله والملائكة والكتب وإلى آخره. طيب إذن هذا المؤمن أو هؤلاء المؤمنون الذين خطبوا بهذا الخطاب وخطبوا بإقامة الصلاة، فإقامة الصلاة واضحة، هذه آية تشتمل على لفظ أو ألفاظ محكمة دالة على معناها بوضوح، يعني دالة على الصلاة، وكذلك دالة على الزكاة، يقيم الصلاة وآتوا الزكاة. صحيح هنا نأتي نستعيل بما ذكره إخواني فيما سبق فيما يسمى بالمجمل والمفصل، نقول هذه الآية مجملة، هي آية محكمة مجملة. علاش مجملة؟ لأنها تحتاج إلى بيان وتفصيل، ولكن من يلتزم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، السنة الشريفة. صلوا كما رأيتموني أصلي، الركوع، هيئة الركوع والسجود وعدد الركعات إلى آخره، فصلتها السنة المطهرة. نعم فصلتها السنة سواء السنة القولية أو السنة العملية. وكذلك الزكاة وآتوا الزكاة، الزكاة أيضا وردت بلفظ محكم لا يقبل تأويلا ولا نسخا، ولكنها في الوقت نفسه هذا اللفظ المحكم دال على الزكاة، إنما هو مجمل يحتاج إلى تفصيل من النبي عليه الصلاة والسلام في الآيات الأحاديث توضح مقادير الزكاة أو أوعية الزكاة ومقادير الزكاة إلى آخره. هذا بالنسبة للفظ المحكم. بالنسبة اللفظ المتشابه في الآية نفسها ربي قال وأخر متشابهات. إذا سمحت لي أخي محمد نعطي بعض الأمثلة الأخرى في الألفاظ المحكمة. جميع الآيات الدالة على ركائز الإيمان هي آيات محكمة في معانيها وفي دلالتها. الإيمان بالله بالرسل كنقرأ مثلا في أواخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذه آيات محكمات دالة على معانيها بوضوح. هل يأتي مسلم الآن فيجادل يقول لك أنا أؤمن ببعض الرسل وأنكر نبوة البعض؟ نقول قد أنكرت أمرا محكما نزل في كتاب الله عز وجل باتفاق المسلمين والعلماء سلفا وخلفا، فهذه ركائز الإيمان واردة بوضوح في القرآن الكريم وبالذات في أواخر سورة البقرة. وكذلك المحرمات القطعية، هل يجادل أحد أن الربا حلال؟ أبدا. والآية واضحة دالة على معانيها بوضوح وهي في غاية الإحكام. وأحل الله البيع وحرم الربا. يعني ألفاظ محكمة لا تحتاج إلى أي تأويل. بارك الله فيك. ولا نسخ، لا تقبل تأويلا آخر ولا نسخ يقول لك لا هذه آية منسوخة غير منسوخة أو تغيير الحكم. لذلك علماء الأصول يقول لك الآيات المشتملة على الألفاظ المحكمة يجب العمل بها. معنى ما يش في مورد الاجتهاد،
وحنا بلغة أخرى في الفقه حتى في القانون في هذه عبارة حلوة. إذا اللفظ المحكم أو حكمه هو وجوب العمل به. بارك الله فيك. اللفظ المحكم يعني حكمه وجوب العمل به في عبارة حلوة يقولها الفقهاء وكذلك رجال القانون، يقول لك لا اجتهاد في مورد النص. ولكن ما هو النص؟ النص القطعي أو النص المحكم، يعني النص القطعي المحكم لا يجوز فيه الاجتهاد، لأنه نص محكم دال على معناه بوضوح بلا تأويل ولا نسخ. هكذا. إذن المحرمات القطعية والمباحات والواجبات المختلفة والأركان، مسائل الغيب، وهذه المسائل الغيب، نعم، الإيمان والغيب التي وردت إلينا عن طريق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ما دام أخبرنا بالغيب ومن خصائص المؤمن أن يؤمن بالغيب. ما يقولكش الذي أراه موجود والذي لا أراه لا أبصره غير موجود، ولكن المؤمن يتلقى ذلك العلم الغيبي عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءه عن طريق الوحي من وحي الله عز وجل. إذن دكتور هذا كان كلامكم عن القرآن الكريم. السنة الشريفة هل لها ألفاظ مجملة أو ألفاظ محكمة لا تحتاج إلى تأويل أو إلى نسخ؟ بارك الله فيك. كي قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعموا الجدة السدس مثلا في موضوع الفرائض. نعم. يعني حينما جاء الصحابي الذي يسأل عن ميراث الجدة، نعم، والجدة ما عندهاش ميراث في كتاب الله عز وجل بالمناسبة، ما كانش. يعني ربي سبحانه تكلم عن ميراث الأمهات وميراث غيرها، ولكن ما تحدث عن ميراث الجد. تأتي السنة النبوية بلفظ محكم دال على معناه بوضوح، كي قال في الحديث الصحيح أطعموا الجدة السدس، معنى أعطوا لها السدس، سواء كانت جدة أموية من جهة الأم أو جدة أبوية من جهة الأب. وكي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بوضوح، وأن النية يعني شرط أساس في جميع الأعمال. وكي قال اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير، وأحاديث كثيرة المتبايعان بالخيار. في الأحاديث دكتور تكفينا الصحة أم يجب أن يكون تواتر كما في مسائل العقيدة؟ لا، تكفي الصحة. نعم. الصحة تكفي، الصحة تكفي. حتى في موضوع العقيدة ربما هذا يكون فرصة الحديث يعني طبعا عن أحاديث الأحاد إلى آخره، أحاد والتواتر، لأنه بين قوسين القرآن كله ثابت عن رب العزة. يعني من حيث الثبوت كله قطعي. القرآن قطعي الثبوت من أول آية إلى آخر آية. ولكن من حيث الدلالة نجد بعض الآيات تدل بوضوح، دلالة ظنية ودلالة قطعية. هناك دلالة قطعية ودلالة ظنية. ولكن الأحاديث نجد فيها الحديث المتواتر والحديث الصحيح والحديث الضعيف والحديث الحسن لذاته والحسن لغيره. إن شاء الله تكون فرص لبيان هذه الأمور. نعم. هذا بالنسبة للمحكم. نعم. الآن المتشابه، اللفظ المتشابه. اللفظ المتشابه أيضا كما يدل عليه اللفظ المتشابه. نعم. متشابه، نرجع الآيات. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. نعم. نوضع خط تحت هذه الآية، هن أم الكتاب، بمعنى الفقيه والأصولي والمجتهد والمفتي لازم يرد المتشابهات إلى المحكمات. هذه من القواعد الذهبية في التعامل مع المتشابه، رد المتشابهات إلى المحكمات. وإذا كان واحد ما ردش المتشابهات المحكمات قد يقع في أخطاء وفي أخطاء فادحة. الآن نعطي بعض الأمثلة ندلل على ذلك. نعم. المتشابه، اللفظ المتشابه، الألفاظ المتشابهة الموجودة في الكتاب العزيز هي الألفاظ التي تقبل أكثر من تأويل، يعني خلافا لللفظ المحكم. اللفظ المحكم خلصنا منه. اللفظ المتشابه قابلة لأكثر من تأويل. نعطي لك مثال، مقدمات بعض الصور القرآنية. نعم. ألف لام ميم في سورة البقرة، الحروف المقطعة، الحروف المقطعة، ألف لام را، كاف هاء ياء عين صاد. بالمناسبة هناك حروف مقطعة كان أحادية، ثنائية، ثلاثية، رباعية، خماسية. نعطي أمثلة. الأحادية كنقولوا نون والقلم ومسطور، صاد، قاف، صاد،
ثنائية طه، ثلاثية ألف لام راء، حتى نوصل الخماسية واللي قال ربي سبحانه في سورة مريم كاف هاء ياء عين صاد. ما معنى هذه الحروف المقطعة؟ نعم سورة الشورى. سورة الشورى. من يعلم كيف نؤول هذه الحروف المقطعة؟ هل يمكن أن نصنف هذه الحروف المقطعة ضمن المحكمات أم ضمن المتشابهات؟ الجواب قطعا نصنفها ضمن المتشابهات. لا نعلم بدليل تعدد تأويلاتها. نعطي أمثلة. التأويل الأول واش يقول هذه الحروف المراد بها ربي سبحانه يتحدى بها العرب، وهم فرسان البلاغة وعمالقة البيان، شعراء يبرمون، يعني يديروا أسواق ويديروا يعني ملتقيات ولقاءات للشعر والشعراء. هؤلاء البلغاء، هؤلاء الفصحاء، أرباب البيان وعمالقة البلاغة، ربي سبحانه يتحداهم. كي يقول مثلا في القرآن الكريم: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا. يقول لهم يا عرب، راكم تتكلموا بهذه العربية اللي تتشكل من هذه الحروف ألف لام ميم ألف كاف هاء ياء عين صاد. هذه الحروف اللي راكم تتكلموا بها وأنتم فرسان هذه اللغة، راه القرآن الكريم نزل بلغتكم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. اتحداهم باش يجيبوا القرآن كيما هذا، بل قالوا حتى الجن لو كان يجي معكم ما يقدروش. يعني الإنس البشر بالتعاون مع الجن ما يقدروش يجيبوا القرآن بهذا المستوى اللي راه نزلوا ربي سبحانه على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا تأويل ذكره العلماء سلفا وخلفا، ولكن هناك تأويل آخر ذكره حتى بعض الصحابة اللي يقول أن هذه الألفاظ المقطعة التي ابتدأت بها الصور هي ألفاظ مقطعة وتعتبر سرا من أسرار الله لا يعلم كنهها إلا الله سبحانه وتعالى. سر من أسراره. شفتوا الآن؟ هذا في باب الحروف المقطعة. هذا في الحروف المقطعة. ونروح حتى الآيات. بعض الآيات أيضا فيها تشابه. فبالتالي الإنسان يولي ما يفهم. مثلا نجيب لك أمثلة أخرى. ربي سبحانه قال يد الله فوق أيديهم. كيفاش نفسروها؟ يد الله فوق أيديهم. ربي يقول فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وفي آية أخرى يقول فإنك بأعيننا. فإنك بأعيننا. في آية أخرى تجري بأعيننا. تجري بأعيننا. بارك الله فيك. إذن هذه هي الآيات كما يقول العلماء الآيات الموهمة بالتشبيه. آيات الموهمة بالتشبيه. العلماء كينظروا هذه الآيات مش كما قلنا قبل حين عن الآيات المحكمات، لا، اللي هي أم الكتاب. المتشابهات قابلة للتأويل. بدليل علماء السلف يقول لك نؤمن بها كما هي. نؤمن بالمتشابه أمرها كما جاءت بلا تشبيه ولا تجسيد ولا تعطيل ولا تأويل، نستقبلها كما هي. هذا ما كان، يعني هذا مخرج سليم. لذلك بعض العلماء يقولون موقف السلف أسلم. سلامات. ما يبحث الخلف أحكم. موقف الخلف بدأوا كما يقول يحفروا في المعاني. الحفر في المعاني، بدأوا يتعمقوا في فهم المعاني. يد الله فوق أيديهم كيفاش فسروها؟ قال كالمراد باليد هنا القوة والاقتدار والقدرة. أعطوا لها تفسير. هذا تأويل لعلماء الخلف هكذا. وأيضا فإنك بأعيننا. ما المراد بذلك؟ المراد أنك تحت رعايتنا معيتنا. معنى اللي يكون ربي معاه كما قال ابن عطاء الله يرحمه من وجد الله فماذا فقد. اللي ربي معاه ما يخافش. إذن ربك يقول فإنك بأعيننا، معنى اطمئن، راه تحت الرعاية
السامية تاع رب العزة سبحانه وتعالى. وأشد التشابه دكتور سعيد هو في آيات هذه الآيات الغيبية في باب العقائد، أيضا في أحاديث النزول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، صفة النزول هذه وجاء ربك صفة المجيء وغيرها، يعني هنا يشتد التشابه في مثل هذه المواقف. بارك الله فيك. نعم. يعني ما ذكرناه عن القرآن الكريم أيضا نقوله عن السنة النبوية. يقعد إنسان يقول لك وجاء ربك كيف جاء الله تعالى. لذلك هذه المسائل العلماء لقوا له حلول، يعني مباحث مهمة جدا. نعم. بالمناسبة نعود إلى الآيات. نعم. كي قال رب سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منهن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله تعالى. هنا من العلماء يوقف هنا قال لك تأويل الآيات المتشابهات لا يعلمه إلا الله. أما الراسخون نكمل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. معناه آمنا بالمحكم وبالمتشابه وقع واش قال ربي سبحانه مرحبا به آمنا به كل من عند ربنا أي بلا إنكار. لذلك كان العلماء كان يقول لك لا الراسخون في العلم يعلمون بعض العلم. هل فيه تأويل ظاهر وباطن دكتور؟ أيضا فيه التأويل الظاهر والباطن، في يعني حتى يعني يدخلوا في تفاصيل دقيقة جدا. لذلك الإمام مالك رضي الله عنه حينما سئل مدام ذكرتني بالمسألة مهمة كيف ينزل الله عز وجل. نقول كيجي حديث نبوي صحيح يخبرنا بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا يعني في وقت معين، خلاص نتلقى ذلك الخبر بالقبول. لا نتردد، يعني لا ينتابنا ريب في هذا الأمر، لأن الخبر صدق جاءنا عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولكن العلماء يقولون نؤمن بها دون أن ندخل في فهم الكيفية. الكيفية لا نعلم. لا نعلم. لذلك حينما سئل كي قال رب سبحانه في القرآن الكريم الرحمن على العرش استوى، قيل له كيف استوى ربك؟ استوى على العرش. كيف استوى على العرش؟ قال استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال استواء منزها عن الحلول والانتقال فالعرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بلطف قدرته مقرون بجلال قبضته فالاستواء معلوم. ما دام ربي قال الرحمن على العرش استوى فالاستواء معلوم والكيف مجهول. إذن لا أحد منا من البشر يعني يحدد كيفية استواء الرحمن على عرشه. الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ إلى آخر ما ذكر. ثم قال الرجل وما أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج من المسجد. لأنه أراد أن ينبش في العقيدة الإسلامية الصحيحة. بارك الله فيك دكتور سعيد وشكر الله لك. وفي تلقي مكالمات إخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات على أرقام التواصل والتي تظهر أدناها في الشاشة 021 37 42 87. فأهلا وسهلا بجميع مشاهدينا الكرام. يبقى أمر آخر دكتور سعيد لو تتكلم عليه اللفظ المشترك بين اللفظ المحكم واللفظ المتشابه. نعم. اللفظ المشترك أيضا هذه مسألة مهمة جدا حتى تحتاج إلى بيان. اللفظ المشترك هو اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى أكثر من دلالة ولا تفهم الدلالة ولا يفهم المعنى إلا من خلال السياق. لأن اللغة العربية كاين ألفاظ خاصة دالة على معانيها. كي نقول مثلا اليد نقول الرقبة نقول الرجل نقول القدم إلى آخره نقول الكتف. هذه ألفاظ دالة. نقول الإنسان الطائر باينة. ولكن هناك بعض الألفاظ أخي محمد تحتمل أكثر من معنى تشترك في عدة معاني. نعطيك مثال. كي نقول مثلا العين هي الحرف. أنا أطلق نقول العين كاين اللي فهمها مني المقصود بها هذيك العين
ألف باء تاء حتى يوصل يعني الحرف الهجائي عين. كاين معجم معروف في اللغة العربية معجم العين. نعم. طيب وممكن أيضا نفهم من كلمة العين أيضا معنى آخر. العين مقصود بها الشمس. معنى آخر معناه الجاسوس. قل فلان له عيون تحرسه أو تأتيه بالأخبار. ممكن نقول العين هي هذه العين المبصرة أو مورد الماء. ولا نقول مثلا العين معناها مصدر الماء، مورد الماء، منبع الماء. ولكن كيف نفرق بين هذه المعاني أو الدلالات في سياق اللفظ؟ كي نقولوا مثلا فلان تفجرت عيناه بالدموع، باين المقصود هنا العيون تاعو ما دام فيها دموع. نعم. كي نقول فلان يجلب الماء من العين، طبعا يجلب الماء من العين صار يعني ثالة، ينقاص قبائل ثالة هكذا اسمها محمد صالح. نعم. ثالة يروح المنبع نتاع الماء يجيب من العين صار ولا من ثالة. إذا من خلال السياق يبان المعنى، يتضح المعنى. نروح أيضا ورد في القرآن الكريم. نعم. ربي كيتحدث عن الوضوء، أقتطع جزء من الآية قال وامسحوا برؤوسكم. نعم. الباء لفظ المشترك، هذا الحرف. نعم. وين نديروه؟ هل المراد به؟ لذلك اختلف الفقهاء. نعم. ربما فرصة نغتنمها أخي محمد باش نقول للسادة المشاهدين وللسيدات المشاهدات ما وش وين يكون اختلاف الفقهاء نقولوا خلات، خاطر أحيانا اختلاف الفقهاء حتى يعني الناس المسلمين ويستقبلوا استقبال سيء. نعم. حاشا اللي ما يستاهلش يعني يقولك ثاني اختلفوا فيها الفقهاء. نعم. بعض الناس يتبعوا مثلا في القنوات ولا في الفتاوى ولا يقول لك فلان قال هاك فلان قال هاك. نعم. المهم ما خرجوش من الدلالات الصحيحة، ما خرجوش من القواعد العلمية التي يعتمد عليها في معرفة الحكم الشرعي. هذا هو المطلوب. أما أسباب الاختلاف هناك أسباب للاختلاف وهي أسباب موضوعية منطقية وتبقى إلى يوم القيامة، وتبقى نعم. كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ذلك الآن الفقهاء كيفاش حنا نمسحوا الرأس في الوضوء. نعم. في المذهب المالكي ماذا بك ديرها أخي محمد صالح يعني باش يشوفها السادة المشاهدين. نعم. كتوصل مسح الرأس. نعم هكذا. الله يبارك. نديروا النظري والتطبيق. نعم هكذا من بداية أيوة. من منبت الشعر إلى نهاية القفا. طيب ثم يعود إلى منبت شعره. عليك نور. نعم. طيب وأنت تطبق قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. نعم. طيب ولو كان نشوف واحد عنده مذهب آخر. نعم. وبعدين يدير هكذا في الماء، يدير غير هكذا يمسح فقط. يمسح. نعم. حنا واش نقولوا له؟ نقولوا الوضوء نتاعك باطل؟ لا. متأول هنا. لأن هذا اللفظ نعم. يعني هذا الحرف عنده أكثر من معنى. وكان اللي مباشرة يحط يده على رأسه هكذا الإلصاق. نعم. كي نرجعوا اللغة العربية نقولوا معرفتنا لهذا المبحث اللي نتكلموا عليه الآن، اللفظ المشترك يخلينا نفهم هذه المسألة جيدا وتستقبل صدورنا هذه الاختلافات الفقهية. فكما اتسع صدر الشريعة للاختلافات الفقهية يجب أن تتسع صدورنا للاختلاف الفقهية فلا تضيق. لذلك والإنسان يعني يفهم هذه القواعد حتى يعرف الخلاف. نعم. لماذا وقع الخلاف؟ نعم. لأن المجتهد والعالم يرى بمنظور آخر والآخر يرى بمفهوم آخر كما نعم. وقع للصحابة رضي الله عنهم. نعم. والقصة مشهورة معروفة نعم. في قصة صلاة العصر في بني قريظة. نعم. منهم من فهم فهما آخر ومنهم من فهم الفهما آخر. نعم. وصوبهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. لم يخطئ الفريقين. نعم. لم يخطئ الفريق الأول والفريق الثاني. نعم. ربي كي يقول في القرآن والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرآن نعم. هذا وين نديروه؟ نروح القاموس المنجد القواميس اللغة العربية نعم. نلقاو كلمة القرء تحتمل أكثر من معنى وأكثر من دلالة. لذلك اختلف الفقهاء. نعم. ربي كي قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. من العلماء مثلا علماء الحنفية والحنابلة الأحناف والحنابلة قالوا أن المقصود بكلمة القرء نعم. الحيض. معنى المطلقات يتربصن العيد نتاعهم 3 حيضات. ولكن المالكية والشافعية قالوا المقصود بالقرء الطهر
معناه يتربصن ينتظرن 3 أطهار. نعم. وطبعا عندهم من بعد حجج أخرى لا يتسع المقام للتفصيل فيها. الله يبارك فيك دكتورنا وشيخنا سعيد، وجزاك الله كل خير. وفي تلقي أول مكالمة الأخت جميلة من ولاية سكيكدا. نعم جميلة، مرحبا بك الأخت جميلة. نعم. الو. السلام عليكم. السلام. أهلا وسهلا. خويا أنا جميلة من سكيكدا. تفضلي، مرحبا بك. وعندي شهرين دوك مني ما توفى راجلي رحمة الله عليه. أنا في العدة. نعم. الو. تفضلي يا جميلة، تفضلي. راك تسمع فيا؟ أسمعك جيدا، تفضلي. يرحم والديك. الله يبارك فيك. دوكا هو عنده طفل من المراخيص. نعم. وما بقاش مصالح به خلاه. لا قلت على وجه ربي نجيبو قالها واحد ويعطيه النقمة تاعو كلش. صافي. نعم. كي جبتو قالها واحد درتو كيما ولادي كلش. نعم. كيما تبابيه قال فيا. نعم. عاد ما يسقسي عليا ما على بالو فيه خلاني تموت. حاشاك بالموراجي وعندي السكر والخلع. المهم يعني حاجة تشكي ربي وانا يتيمة ما عندي حتى واحد غير ربي من فوق. نعم. دخل هذا كيما درت شويه معاه ما سلكتش. نعم. انا قلت كيما هو كيما ولادي بصح هو ثم رجع لي العكس. يعني أنكر جميلك. نعم. وارحم والديكم وشكرا على الحصة هذه. نعم الله يبارك فيك يا أختي جميلة. شكرا لك. نعم. إذا نبدأ بسؤال الأخت جميلة. دكتور سعيد تقول أن زوجها المتوفى يعني منذ شهرين ترك ولدا ينكر نسبه، يعني ينكر الزوج ينكر نسب هذا الولد، وبإلحاح من هذه الزوجة قالت له تبناه وديروا على اسمك. الآن هو ينكر جميلها كما تقول وينكر معروفها. ماذا تقولون في هذه المسألة؟ والله وما جزاء الإحسان إلى الإحسان. نعم. دون أن نخوض يعني في التفاصيل، ولكن نقولوا هذا الابن يعني هذه السائلة الأخت جميلة من سكيكدا هي التي ألحت على زوجها من أجل الاعتراف بهذا النسب. نعم. إذن يفهم من هذا السؤال أنه نسب حقيقي، هكذا نفهم. نعم. أو إذا كان تقصد أنه تكفل به، هنا محل السؤال. حنا نجيب فقط عما تستفسروا كما ورد. نعم. كما ورد. نقول مادام أنت يعني كما نقولوا درتي له هذا الخير ووقفتي معاه ولحيتي على زوجك من أجل تذليل وتيسير موضوع النسب وتحقيق هذا الاعتراف، ثم بعد ذلك بعد وفاة زوجك هذا الابن أو هذا الولد لم يعترف بذلك الإحسان ولم يرجع الإحسان إحسانا. نعم. فبالتالي فرط فيها وضيعها واهملها، وخاصة كما تقول هي راني يتيمة ومريضة بالسكر إلى آخره، وهي الحقيقة الآن في حاجة في أمس الحاجة إلى من يخدمها، إلى من يرقق قلبه عليها ويكون لطيف عليها ويكون حنين عليها. فبالتالي نوجه نداء لهذا الابن لكي يرحمها، فالراحمون يرحمهم الله عز وجل. نعم. يرحمهم الرحمن، وكما قال ربي في القرآن وما جزاء الإحسان إلى الإحسان. يعني على الأقل يعني بغض النظر عما قامت به من أفعال ومن خير تجاهه، مادام هي في حاجة إلى من يخدمها، في حاجة إلى من يرفق بها، الأولى أن يقوم بذلك الرفق، وهو مقدم على غيره في الإحسان إلى هذه المرأة. هذا نداء نوجهه إلى ذلك الشاب. يعني نداءنا للولد أكثر من نداءنا للأخت جميلة. للأخت جميلة وكلامنا للولد يعني. نعم. هي نقولها أيضا صبرا جميلا، يعني الصبر. نعم. الجميل ترسل له ربما أناس ربما يستعطفونه، ربما كما يقولوا يستميلون قلبه فيعود إلى جادة الصواب. نعم. ويقوم بها ويخدمها ويرفق بها. وإذا تعذر ذلك وإذا أصر على موقف الإنكار وموقف الإعراض فعليها بالصبر والصبر الجميل، ورب سبحانه يجازيها عن صبرها بالأجر الكبير. ربي قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بارك الله فيك دكتور سعيد.
الأخت إشراف من ندرومة ولاية تلمسان تقول يا دكتور أنها متزوجة منذ 12 سنة ولها 4 بنات، طلقت منذ 4 سنوات بعد أن فقدت بصرها. الزوج حرمها من النفقة والتعويض الذي حكمت به المحكمة ونفقة المتعة التي حكمت بها المحكمة أيضا. تريد منكم التوضيح في المسألة شرعا وقانونا، الناحية الشرعية ومن الناحية القانونية. للأسف نعم. يقول لك الرفيق يعني وين يبان في الضيق. نعم. زوجت منذ 12 سنة، ولكن بعد ما كما يقولوا طاحت بها الدنيا مرضت وفقدت بصرها، وكلنا يعلم ماذا يعني البصر. نعم. البصر اللي هو النور، اللي هو في الحقيقة ما يقدرش الإنسان يعيش، وإذا كان عايش يعيش في ضيق شديد. نسأل الله لها أن يرزقها الصبر الجميل. من ابتليت بحبيبته يقول النبي صلى الله عليه وسلم فصبر فلا، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا أجد له جزاء إلا الجنة، يعني إلا الجنة. الحديث القدسي. الحديث القدسي. نعم. فيما يرويه. وعظم الأجر من عظم البلاء. نعم. وعلى قدر الصبر يكون الأجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بعد زواج دام 12 سنة، نهاية هذا الزواج الطلاق، وهي لها بنات، يعني رزقت تقول 4 بنات. نعم. 4 بنات. نعم. ففي الحقيقة في المسألة فيها عدة نقاط. أولا صدر حكم قضائي بالطلاق أم لا يجد من الفقر وعدم الاستطاعة. نعم. هذه الآية تحتمل هذه المعاني. نرجع للمحكم، نرجع لما ذكرناه. نعم. هذا السؤال تطبيق لما ذكرناه في مقدمة الحصة. يمكن هذا عدم الإيجاد قد يكون مؤقتا، نعم، قد يكون مؤبدا، والله أعلم. كاين اللي باغي يتزوج في سن 20 ولكن ربي قدر لها الزواج في سن 30، وكاين اللي ربي سبحانه يقدر لها الزواج في سن 40. هذه المسائل ندع الله سبحانه وتعالى، وإيماننا بذلك لا يمنعنا من التيسير والسعي وتيسير هذا الزواج. يعني كما نعرف عن السلف الصالح، تجد الواحدة منهم يعني يتحدث حتى عن بناته، يقول الشخص عندي بنتي يعرضها للزواج. يعني ما عندهمش عقدة في هذه المسألة إطلاقا. اسمع لي، حتى كنتكلموا ما يقول الفقهاء في الإيجاب والقبول. نعم. المعروف عرفا عندنا مثلا أن الإيجاب دائما يأتي من الخاطب، يقول جئتك خاطبا لابنتك. هكذا حتى في بعض الكتب دائما الأمثلة تذكر بهذه الصيغة. نعم. ولكن الحقيقة ليس كذلك. الإيجاب ما معناه من الناحية الفقهية هي الإرادة الأولى الصادرة من الطرف الأول بغية إحداث أثر شرعي. يعني ممكن هذا الكلام يرد من الخاطب، ممكن يرد من ولي المخطوبة، ولي البنت، ولي المولى عليها. الولي يقول مثلا زوجتك ابنتي، هذا إيجاب. وليتي. نعم. وليتي، زوجتك ابنتي بمهر مثلا قدره كذا، هذا يعتبر إيجاب من الناحية الفقهية ومن الناحية القانونية أيضا. وذلك الشاب إذا قال رضيت وافقت قبلت، هي تعتبر قبول. يعني مش شرط تكون بالصيغة التي تعارف عليها، يعني أنهم يقعدوا في جماعة ويتكلم الخاطب والأب والبنت أو من كانت في ولايته وتكون تلك الصيغة. هكذا تريدون الإشارة دكتور؟ نعم. حبيت نقول أنه كنت تحدث عن الإيجاب والقبول. نعم. ليس شرطا أن يصدر الإيجاب من الخاطب دائما، لازم هو اللي يجي يقول لك أعطيه لي بنتك، ليس شرطا. حتى كي يجي من ولي البنت صحيح يقول زوجتك، هو الذي يبدأ يقول زوجتك ابنتي، هذا يعتبر إيجاب. وذلك الخاطب إذا قال وافقت أو قبلت أو رضيت، هذا يعتبر قبول. علاش ذكرت هذا؟ باش نقول باللي المطلوب منا معاشر المسلمين أن نتعاون من أجل تيسير الزواج. ولكن في الأخير أن الأخوات اللي طرحوا هذا السؤال، الأخت شريفة ومن معها، نقولوا سعوا بطريقة مباحة، بطريقة مشروعة، من أجل الحصول على أزواج، من أجل تيسير الزواج. والمجتمع أيضا من واجباته أن يسعى لذلك. احنا كي نسمعوا عما يسمى بالزواج الجماعي وتيسير الزواج وصناديق الزواج، هذه نسمعوها موجودة في المجتمع جزاه الله يبارك. في المناسبات الدينية كثيرا ما نسمع الجهة الفلانية أو الجمعية الفلانية نظمت زواجا جماعيا. يعني هذا التيسير هذا أمر مطلوب.
لأنه شيء جميل جدا، ولكن إلا واحدة كما يقولوا خلاص يعني ما قدر لها ربي لم يقدر لها الزواج أو تأخر سن زواجها، فلترضى بقضاء الله وقدره بما قسم الله عز وجل. فترضى. والإيمان بالقضاء والقدر ركيزة من ركائز الإيمان، سواء كان هذا القضاء والقدر خيرا أو شرا نؤمن به بخيره وشره بحلوه ومره. نسأل الله تعالى أن يهب لأخواتنا أزواجا صالحين، وأن يهب لشبابنا زوجات صالحات بإذنه وحوله وقوته. الأخت شريفة تواصل في سؤالها تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. سؤالها: نريد أن نعرف إن كان الصوم خاصا بالشباب الذكور فقط أم يشمل الإناث كذلك دكتور؟ نعم، الحقيقة في فهمي لهذا الحديث ومما ذكره الكثير من العلماء نعم. هو عام العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه قاعدة أيضا مهمة تحتاج إلى بيان. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فبالتالي إذن وإن كان الخطاب موجه للشباب ولكن الجميع معني بذلك. فبالتالي من استطاع الباءة فليتزوج. طبعا الشباب اللي عندهم قدرة مادية ومعنوية كما ذكرها الفقهاء، يعني ذكروا تفصيلات في بيانهم لمعنى الباءة، القدرة الاقتصادية والقدرة المعنوية والقدرة كل ما تحمله كلمة القدرة فليتزوج. إشارة وتشجيع إلى الزواج وتأسيس الأسر، لأن الزواج هو أساس بناء الأسرة، والأسرة هي اللبنة الأساسية أيضا في بناء المجتمعات، فهي ركن ركين ولبنة أساسية في تماسك المجتمع وفي استقراره. لذلك يرشد النبي صلى الله عليه وسلم ويرشد الشباب إلى ضرورة إقامة الأسر وما يتبعها من مقاصد. والكلام هنا بالغالب دكتور سعيد، لأن فعليه بالصوم، لأن الذي يطلب الزواج ليس المرأة، وإنما الشاب هو الذي يطلب الزواج من المرأة. فإذا لم يجد فعليه بالصوم. وإذا انعكست الصورة، إذا كانت المرأة تطلب الزواج ولا تجد، فهل عليها بالصوم؟ كذلك، لأن الصوم كما ورد في آخر الحديث فإنه له وجاء. له وجاء أي وقاية. إذن الشاب بالدرجة الأولى وكذلك الشابة أيضا تستعين بالصبر، تستعين بالصوم، لأن في الصوم وقاية لها وحماية لعرضها وحماية لشخصيتها. فنسأل الله أن يزوج الجميع. والحديث ذكر الشباب، قلنا أنه يعني خرج مخرج الغالب، هكذا دكتور؟ نعم، مخرج الغالب. نعم. رب سبحانه في آيات كثيرة، يعني حتى لا يقال خوطب الشباب دون غيرهم أو خوطب الرجال دون النساء أو أشياء من هذا. لأنه كثير الإمام الشاطبي مما قاله في هذا الباب قال كثير من النصوص موجودة في الكتاب والسنة تجري مجرى الغالب. ولكن ليس المقصود بذلك أن نتقيد برب سبحانه قال مثلا وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بها. طيب، مدام ربي قال وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم، يعني هل المقصود بذلك لو تمسكنا بظاهر النص معنى الربيبة التي لم تنشأ ولم تترعرع في بيت هذا الزوج يجوز الزواج بها، ولكن هذا الفهم خاطئ تماما، يخالف مفهوم أو ما اتفق عليه الصحابة وما اتفق عليه العلماء سلفا وخلفا. فالزواج بالربيبة لا يجوز، سواء تربت في بيت زوج أمها أو تربت في مكان آخر، فالزواج بها ممنوع شرعا. ولكن التفسير نقول يجري مجرى الغالب، معنى الغالب أن الربائب تتربى مع إمها، يعني اللي راهي مزوجة برجل آخر فقط. شكرا لكم على التوضيح دكتور سعيد. مع آخر سؤال السيد أبو شروق من أضرار، يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، عندي سؤال كلفني به إنسان من فرنسا، هو شيخ كبير في السن، تزوج بعد وفاة زوجته وهجره أولاده، حتى إن منهم من تزوج بغربيات، ولكل منهم وظيفة مرموقة، ويريد أن يوثق في حياته نصف ماله لأولاده، هذا الشيخ الكبير،
والنصف الآخر لزوجته التي لا تعمل هناك. للعلم أنهما لم ينجبا منذ قرابة 10 سنوات، هكذا يسأل أبو شروق، فهل يجوز هذا التقسيم؟ معنى يعطي قسم نصف المال، نصف للأولاد ونصف للزوجة. نعم. طيب نعطي توضيحات في هذا الموضوع. نعم، في دقيقتين دكتور. دقيقة واحدة. دقيقتين. نعم. نعم، نقول الأخ الكريم الأخ السائل، أولا له الحق عن طريق الهبة، له الحق باش يقسم أمواله بهذه الطريقة، النصف لأولاده والنصف لزوجاته، ولكن عن طريق الهبة دوناسيون. نعم. أما إذا مات وترك تلك الأموال تقسم وفق الفريضة الشرعية، إذا نقولوا يجوز من ناحية الشرع باش يقسم بهذا الشكل مراعاة لظروف زوجته. إذا كان عنده ظروف، المهم أن يكون عادلا بين أولاده، فلا يفرق بين أولاده ولا يحرم زوجته، ولا أيضا ما يغبنش أولاده، يعطي النصف الأكبر مثلا أو الجزء الأكبر لزوجته، يكون عادل. فإذا كان زوجته تحتاج إلى يعني مبلغ معين يعطي لها عن طريق الهبة، فهذه القسمة مشروعة. نعم، بارك الله فيك دكتور سعيد، نشكرك على هذه المرافقة الطيبة الماتعة النافعة بإذن الله وقوته. نشكر مشاهدينا الكرام، نشكر فريق العمل الذي صحبنا، ونلقاكم بحول الله وقوته غدا إن شاء الله. هذا والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.